بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هيكون بتكلم عن ازاي نضيف نموذج الاتصال في المدونة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هنخش على صفحة الانترنت ونفتح صفحة جديدة ونجيب فيها جوجل. بعد ما نجيب جوجل نتك هنا على المزيد وبلوجر، بس لازم تكون مسجل الدخول في جوجل. زي ما انتم شايفين اهو فتح لنا المدونات الخاصة بينا اهو. على سبيل المثال هنجرب على ديت، هنتك على السهم اللي هنا دوت ونختار تخطيط. زي ما انتم شايفين اهو فتح لنا التخطيط. هننزل تحت كده مثلا ونيجي عند اول مشاركات الشائعة ونعمل اضافة اداة ونتك عليه. زي ما انتم شايفين اهو فتح لنا صفحة بالشكل اللي قدامكم دوت اهو. هنيجي هنا المزيد من الاداة اهو، نتك عليها ولا هنا اهو نموذج الاتصال الجديد اهو. زي ما انتم شايفين اهو ماشي، هنتك عليه وهنعمل حفظ على طول زي ما انتم شايفين اهو ماشي. جرى الحفظ اهو وخلاص. على كده نزل اهو نموذج الاتصال اهو، ده مجرد تجربة بس. بعد كده هنعمل حفظ الترتيبات وعرض المدونة. زي ما انتم شايفين اهو نموذج الاتصال نزل معانا اهو. انا هتخشش اسمك خالد مثلا اهو زي ما انتم شايفين اهو، والبريد الالكتروني بتاع الشخص اللي هيتراسل معاك، والرسالة اللي هو عاوز يكتبها لك، اللي هو عاوز يعرف منك حاجة مثلا، وبعد كده هيتك ارسل زي ما انتم شايفين اهو ماشي. وبكده يكون ان شاء الله درس اليوم بتاعنا ان شاء الله النهارده انتهى. ولا تنسوا زيارتنا على الموقع الرسمي المصري للمعلوميات، وان شاء الله هتلاقوا اللي انتوا عاوزينه فيه من برامج لالعاب لكل حاجه ان شاء الله. ولا تنسوا تعملوا اعجاب للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك اهو، وعلى صفحتي على الفيسبوك وعلوم التكنولوجيا اهو زي ما انتم شايفين. وهتلاقوا برضه اللي انتوا عاوزينه فيها ان شاء الله اهو، كل حاجه ان شاء الله هتلاقوها فيها. وعلى قناتي على اليوتيوب خالد المصري اهو ماشي، وعلى تويتر خالد المصري برضه، وهتلاقوا اللي انتوا عاوزينه فيه. والقاكم بخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يكون الشرح عجبكم ونلتقي في شروحات قادمة إن شاء الله.